سلام الله عليكم. مرحبا بكم في أطباق أخرى من أطباق رمضانية. هنايا في الوصفة تاعنا أفخاذ محشية. أنا هذا الفيديو هذا المقطع الأول خديته من تحضيرات رمضان، الجزء الأول من ديزوسينا فيهم الأفخاذ وحشيناهم. هذه لمارينات كانت بصل، طماطيش، معدنوس، ثوم، موطارد، طماطم مصبرة، توابل تاع الدجاج. هذه راح نتبل بها الرز. هنايا اللي تحب تشوف حاجه بالتفصيل بصح اني هزيت لكم كلش هنا بالتفصيل. وهذه لا مارينات تاع الافخاذ اللي راح نديزوسيهم. هنا حطيت دانون ناتوريل 2 مغارف، حطي نص مغرف موطارد، حطيت هنايا توابل تاع الدجاج، شويه بابريكا، ونحكموا سنينات تاع ثوم، نرابيهم مليح، نضيفهم للتتبيله يعطيوها ذوق رائع. هاد التتبيله تعطيك واحد الذوق هايل في الافخاذ تاعك تاع الدجاج. هنايا نخلطوا لا مارينات تاعي مليح هكذا، نزيدوا لها شويه زيت، ضيفي حتى 2 مغارف ولا 3 زيت وشويه ملح. هنايا هذه فضلت لي لا مارينات الاولى غير شويه، درت بها تاع صدر تاع الدجاج كما قلت لكم. هذه خديتها من الفيديو الاول تاع تحضيرات رمضان. هنايا هذا الرز تبلته بهذيك لا مارينات الاولى، ماهيش تاع الافخاذ تاع الدجاج، يعني اللي درنا فيها البصل والطماطيش والمعدنوس. تبلته هنا الرز تاعي مليح يجي يعطيها نكهه هايله في لا مارينات هذيك الاولى. قسمته على 2. هنايا اخترت ضفت له الفيونداشي، واحد بولي اشي. وانتيا اذا ما عندكش عادي ديري واللي عندها دير تحب بولي اشي وحده، واللي تحب فيونداشي بلا روز نورمال. يعني الروز تقدري تضيفيه تقدري لا، كيما الدجاج نوعي في التتبيله بالحاجه الموجوده عندك. وهنايا هذه بالبولي اشي، وزدتهم شويه تاع عفاح. هنا عندي توابل اخرى مشكله، يعني التوابل عاد في الاسواق ما شاء الله، تاع الدجاج، تاع اللحم، تاع الشوربه، تاع انت التوابل اللي تحبيها وتشوف فيها خارج عليك تعتمديها. هنا نحكموا الافخاذ تاعنا نديزوسيهم مليح بالطريقه هذه. كاين طريقه اللي تحبي تنحي في الوسط كيما هكذا، نقطع العظم في الوسط ونديزوسي، وكاينه اللي تنحيه من الفوق للتحت. انا نعطيكم الطرق في 2. نبداو بالفخذ الاول. هذا قسمت العظم تاعي في الوسط ونحيت نص وكملت نص لي من الفوق بالطريقه هذه. انا الموس تاعي ديجا شويه ماهوش ماضي، لازم لك موس مقاطع مليح باش كيما تضرب اللحمه صاي. تبعي غير العظم جهه العظم باش ما تفسديش اللحم تاعك تاع الفخاذ هكذا حتى نكملو كامل. هذا الفخذ الاول. انا هنايا ديزوسيت 4 افخاذ كما شفتوا في الفيديو تاع تحضيرات رمضان هكذا. وهذا هنايا تبعته كامل من الفوق للتحت، ما قطعتش العظم تاعي على 2. يعني في طريقتين في 2 ساهلين، واللي تعرفها تفوت الفيديو شويه وتوصل لطريقه الحشو وطريقه اللي راح نديروها كيفاش نربطوهم. يعني هنايا خليتها لكم بالتفصيل، اللي تحب الفيديو بالتفصيل، اللي ما تحبش تفوت ولا تسرع الفيديو. ما تنسوناش خواتاتي بدعمكم، رانا نتعبوا باش نوصلوا لكم اطباق هايله وديكورات شابه ان شاء الله راح تشوفوها في رمضان هذا باذن الله. ديروا لي جيم وابوني باش ما يلحقكم الجديد. مازال غير الخير ان شاء الله، اطباق رائعه ديكورات هايله باذن الله. ما تنسوش لي جيم باش الفيديو يوصل الاعلى ان شاء الله المشاهدين. هنايا شوفوا هذاك اللحم اللي تقايه زايد وعالي، يعني طبقه خشينه. حاولي ترقي العظم اللحم تاعك قد ما تقدري بهذه الطريقه. نقلبوا يفيلي ولا تقدري ديري بالمطرقه تاع الدجاج تاع اللحم هكذا. شوفوا انا البلايص اللي لقيتهم كامل خشن نقصت فيهم ونحيت لهم الطبقه الخشينه بهذه الطريقه هكذا. هنا نبداو نديروه بالمارينات اللي درناها بدانون ناتوريل والموطارد. دلكيها مليح حتى تدخل التتبيله مليح في الافخاذ تاعك، وقاعده نملح في نفس الوقت تتبيله وملحي حتى تدخل كامل التتبيله تاعك. هنا درتهم وكونجليتهم، يعني جاو متبلين، عطيتهم وقتهم في التتبيله تبلوا مليح
تقدري ديريها ليله من قبل واليوم وغدوه طيبيهم. هنا حطيت البابي فيلم في طابسي، انا جربت لكم زوج، اللي ما تعرفش دير في الطابسي اللي تعرف دير خاطي الطابسي. هنا حطيت الروزلي بالفيونداشي وهكذا لوي عليه البابي فيلم مليح مليح. انا البابي فيلم نديرو في الاول فقط ونربط، ومن بعد كي نكونجليه ونجبدوه هو مكونجلي نحيلو الخيط. بابي فيلم ما نحبش نطيب بالحاجه بلاستيك، وربطيه بهذه الطريقه. شوفي كيفاش ندخل الخيط في الوسط باه ما يروحلكش، وحكمي ديما بصبعك في الوسط هذيك باه ما يهربلكش الخيط حتى تعقدي. كل مين تربطي عقدي باه ما يهربلكش الخيط بهذه الطريقه حتى تكمليهم. دوك نزيد نوري لكم في الفخذ الثاني ان شاء الله. شوفي هكذا حتى تكملي بهذه الطريقه سهله مهله، وبقاي ريقلي فيها هكذا بيدك. شوفي زدنا هنايا تاع البولي اشي حطيت لها شويه فرماج في الوسط، وانت ديري الحشو يعني الحشوات عاد متنوعه، تحبي ديري غير فرماج، تحبي ديري غير فيونداشي، غير بولي اشي كيما تبغي. ما يحبوش الرز ما يديروش الرز. هكذا بقى يلوي البابي فيلم بهذه الطريقه حتى يتزير معاك مليح مليح. ونحكموا الخيط تاعنا. شوفي ربطيه في الوسط، ربطيه مليح وسهل. بقى يزي هذاك الخيط طويل ولوي، بقى ضاغطه بصبعك في الوسط على كل خيط تربطيه تتلويه، ضغطي بصبعك باش ما يتنحالكش بهذه الطريقه حتى تكملي. هنايا قلت لكم بعد ما كونجليتهم جبتهم بوقت، نحيت لهم البابي فيلم والخيط وعاودت ربطتهم غير بالخيط. ما نحبش نطيب بالبلاستيك، ايفيتي وخوتي البلاستيك راهو مرض. جامي تحطي لوليدك حليب سخون في كاس بلاستيك، جامي تحطي في طبسي بلاستيك، راهو سبب المرض. شوفوا هذيك البطاطا راني حطيتها هكا قصيتها خشينه، حطيتها تغلى معي فقط نص طياب. ما تطوليش بيها اذا كانت البطاطا تاعك ذوب، راح نحمرها معاهم في الكوشه. هنا حطيت هذوك الافخاذ تاعي تقلاو، راح ندير بهم المرقه ومن بعد نحمرهم باش ما تحتاجيش في لاصوص تاعك تزيدي دجاج اخر ولا تحوسي اذا كان ما عندكش دجاج. حطيتهم يتقلاو، زدت لهم شويه بصل ونقلي. الا عندك حشيش مقطفه حطي توابل اخرى تاع الدجاج، شويه ملح، ونقليهم مليح 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 هكذا. انايا المرقه تاعي نحبها خاطره، لذلك ديما في الاول نحط لها كيما شفتوني في الفيديوهات الاخرين نحط لها مغيفه تاع فارينه. انا نحب نقلي بها. كاين اللي يضيفها على الاخر، لا انا بتجيني بلينه كيما البيشاميل هكذا. اللي تحب تحط الكريمه السائله ما تحطش الفارينه. انا ساعات نحط الفارينه وما نحطش كريمه سائله، نحاول نيفيتي الزيوت المهدرجه قد ما نقدر. كيما نشوفوا الكريمه السائله معمره زيوت مهدرجه، نقصوا شويه عن بالي الفارينه تاعي مش صحيه باش طاح الله غالب. هنا المرقه تاعي درتها بالحميصه، نتوما تحبوا ديروا بالزيتون، تحبوا ديروا بالشامبينيون كيما تبغوا، كل واحد والذوق تاعو. خليتها طيب على غردها. رحت هنا جبت البطاطا تاعي اللي كانت نصف طياب فقط، درت لها شويه معدنوس، شويه ثوم، توابل الدجاج، شويه زيت زيتونه وملحتها ودرت لها التتبيله جاتها تهبل في الذوق كيما نقولوا بطاطا مشرمله هكذا. شرملناها مليح مليح بهذيك التتبيله. وهذوك الافخاذ تاعي داو نص طياب في داك المرق، يعني ما كملوش طياب تاعهم. هنا نضيفهم هما والبطاطا في البلا اللي يدخلوا الفرن وندخلوهم يتحمرون مليح مليح. هذه الطريقه تعطيك بلا هايل منه بطاطا الله الله مشرمله ومحمره، افخاذ محمرين، هذيك العصوص الخاثر الله الله، يعني والله غير تزين لك مايتك وتحمر لك وجهك وجات بنينه تهبل تهبل. يعني طبق رائع رمضاني بامتياز يسلكك في عرضاتك. شوفوا هنايا بعد ما دات وقت تحمرت، انت ديري الفرشيطه تاعك تلقاي ديك البطاطا طابت مليح يعني وطاب معاك حتى الدجاج اختاروا دا نص طياب مع داك المرق. شوفوا كيفاش قدمناه هنا في صحن التقديم كي قطعناه. هنا طيبته اللي كان محشي بالرز والبولي اشي مش تاع الفيانداشي. قطعيه بهذه الطريقه وانتي ابدعي في طريقه التقديم تاعك. احنا نعطيوك مجرد صوره اوليه وانتي ديري الشيء اللي يخرج عليك. هنا زينته بشوي فخوماج تاع البرجر في الوسط، هنا كان بدا يذوب
ونضيفوا شويه هذاك لاصوص. انا الطبسي صغير، انتي حاولي ديري الطبسي كبير وحطي هذاك لاصوص على الاطراف وديك الحميصه الله الله تصاحبيه بهذاك لاصوص، ما يجيكش ناشف وما يجيكش شايح. نتمنى تجربوه، جاب بنين ما شاء الله. ما تنساوناش بلي كومونتير والدعم تاعكم واي حاجه شفتوها علقوا عليها، مش ان شاء الله باه نزيدو نقدموا لكم الافضل. وبقاو لنا على خير، ومازالوا اطباق اخرى باذن الله، والى الملتقى.